بس مش حقيقي معاهم. هي النهارده ما كانتش مستنيه ان هي تتغسل الغسل ده وهي مدبوحه ذبحها. هي ما عملتش حاجه، هي كل اللي عملته ايه؟ ان في وشها وفي رقبتها والكدمات اللي في جسمها ان هو اصلا ما رحمهاش. سلام حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. القصه ديال اليوم هي قصه صراحه فاش كنت كنبحث عليها وكندير الابحاث ديالي عليها اثرت فيا بزاف. هي قصه باقا جديده، الحكم ديالها مازال ما تطبقش ويلا وقعت غير في هذا الشهر هذا اللي فات ديال 2022. القصه ديال ما غادي تألمكم بزاف وغادي تضركم بزاف، فوجدوا راسكم معايا ونبداو قصتنا على بركه الله. غادي نبداو قصتنا قصة اليوم وغادي نمشيو لمصر، بالضبط بمدينة ديال بورسعيد، وغادي نمشيو لواحد الأسرة اللي كتكون من 5 ديال الأفراد. غادي نبداو الأم هي داليا سمير، خدامة في واحد المستشفى كمشرفة على العمال، يعني على الناس ديال الميناج والحراس وكلشي. المهم عند السيدة هذه عندها جوج وليدات وبنيته. عندها الولد الصغير اللي سميتو ادم كيقرا في الابتدائي داخل واحد الاكاديميه، وعندها ولد سميتو احمد كيقرا هكا في الثانوي، المهم في سن المراهقه. وعندها واحد البنت اللي سميتها نورهان عندها 20 سنه. نورهان كتقرا في كليه الاداب السنه الثالثه. اسره بسيطه جدا محترمه. السيده داليا كانت منقبه، يعني كانوا اسره محترمه مربيه وليداتها مزيان، احسن تربيه، ما مخليه من جهدها حتى شي حاجه، يعني مربيه بنتها احسن تربيه، ولدها احسن تربيه، والولد الاخر هو احسن تربيه، وعايشين حياه بسيطه وحياه كالم. ومن الخدمه للدار الخدمه، وليداتها هكا كيف ما قلت لكم كل واحد منشغل مع الدراسه ديالته. كانت محترمه وكانت كويسه ومطيعه وكانت اسلوبها كويس. نورهان اللي هي البنت البكر ديال داليا غادي تخطب لواحد السيد، وغادي يديروا الخطوبه وغادي يدوز داكشي على احسن ما يرام. المهم غيتخطبوا شهر 7 ديال 2022. المهم السيده داليا غادي تبدا توجد للعرس ديال بنتها كيف ما كنقولوا، يعني باش ما تخصصها من حتى شي حاجه. غادي تبدا تخدم ليل ونهار وغتشارك في الجمعيات وهكا باش تبدا تجمع باش دير ليها شي حاجه اللي تكون زوينه وتقد بها نهار العرس ديالها وتفرح بها. بالنسبه لاحمد فكان احمد كيف ما قلت لكم كان كيمشي للمدرسه ديالته، وكان هكا مره كيجلس هكا مع ولاد الحي. ومن بين اولاد الحي كان عنده واحد الصديق ديالو اللي هو ماشي صديق زعما كاين انتيم، ولكن غير هكا معرفه، مره كيجي عنده، مره هكا كيهضروا صافي الا جابتها الضروره. هاد الصديق ديالو الاسم ديالو هو محسن، عنده 17 عام يعني 17 سنه، ساكن في الدرب ديالهم. هو من واحد العائله اللي فقيره بزاف كما كيسموهم تما الشحاتين وهكا. يعني كان واحد اللي صراحه ستيل ديالو بعيد كل البعد عن ستيل ديال احمد، واخا كانوا اصدقاء كيف ما قلت لكم، ما كيمشي شي صحبه، وكان ستيل ديالو مختلف كيف ما كنقولوا هنا في المغرب حنا مشرمل موسخ، ماشي مشرمل نقي، كاين مشرمل موسخ كاين مشرمل نقي. المهم بحال هكا وكان الاسره ديالته فقيره بزاف وصراحه ما تقدرش تصاحب معاهم وهكا، يعني ناس اللي بحال كنقولوا فيهم كتشم فيهم واحد الريحه ديال العنف ديال الاجرام ديال شي حاجه بحال هكا. المهم هكا كانت الاسره ديالته. هاد السيده داليا كانت عندها واحد الصديقه ديالها خدامه معاها، كتموت عليها كتحماق عليها، هي صديقه مقربه ليها بزاف. كانت كتدخل عندها كتخرج عندها، وليداتها جالسين هنا، وليدات ديك السيده صاحبتها جالسين عند مدام داليا، يعني شي جالسين شي كيف ما كنقولوا حنا في المغرب حتى حنا عندنا دوك العلاقات. هكا كانت العلاقه ديالتهم، صحابات بزاف خدامين مع بعضياتهم، ما كانوش كيتفارقوا. المهم العلاقه ديالتهم دامت من سنين وطولت ولات بحال الاخوه. فالسيده داليا كانت دائما كتشكي على السيده صاحبتها، وكتقول لها زعما كاين بلي هي كتوجد، وبلي زعما كاين حاسه براسها عيات وداك شويه، رغم ذلك انها كتحاول وكتجاهد انها تجمع الفلوس باش دير العرس لبنتها. نرجعوا للصديق ديال احمد اللي هو محسن. هذا محسن هذا كيف ما قلت لكم
كيبقى يجي بزاف عند احمد واخا ما كيبغيش زعما يتعاشر معاه ويخرج معاه، الا انه كيبقى هكا يبقى يجي عنده مره ويطلع عنده للدروج كيف ما كنقول ديال العماره ويجلس يتسناه، وهي هكا بيناتهم يبقى يجي عنده ويشوفوا. غادي تتلاقى مع الاخت ديال احمد اللي هي نورهان وغادي يشوفها، فما غادي يحدث واحد الاتصال بيناتهم بحال هكا. يعني من النظره الاولى كيف ما كنقولوا غيتبادلوا الارقام ديالهم، غيولوا ديما على اتصال، غيولي محسن كيدير سبب احمد باش يشوف نورهان، غيولي دائما كيعس عليها تحت الشرفه ديال البيت اللي هو البالكون ولا مثلا الشرجم، وكيبقى يطل ويبقى يهضر معاها فين زعما اش كديري هادي. من خلال الهضره ديالتهم كيبان انهم بجوجهم الا شفتيهم راه عندهم واحد الاتصال بيناتهم. المهم السيده صاحبه مدام داليا كتشوفهم دائما على تواصل وكترد البال ان نورهان كتهضر، ولكن كتقول واقيلا غير كيبان ليا. المهم واحد النهار من ايامات الله غادي تصيفط ولدها للدار عند نورهان يجلس معاها هكا في الدار، ما كاينش لا احمد لا ادم، كل واحد فين كاين، كل واحد في المدرسه. ولكن داك النهار ولدها بيمشي عند خالته داليا، قالت لي صافي سير وجلس راه كاين نورهان تما جلس معاها. داكشي اللي وقع جلس مع نورهان جالسين على راحتهم هكا، الدري جالس بوحدو هكا. المهم كيتفرج شويه كيسمع واحد الدقه مجهد في الباب. ناضت نورهان كتقول شكون ما شكون، كيقول لها انا محسن حلي. قالت ليه شنو بغيتي؟ قال لها حلي. قالت لي ما كاينش احمد راه ما كاينش، هادشي اللي كيشوف الدري الصغير. المهم بدا كيدوخ تيفرع عليها الباب، ولا ما حليتش غادي ندخل عليك وهادي. حلات له الباب دخل جلس كيف كتدخل مع الباب ديال دارهم كاين واحد بحال هكا واحد الفوتاي تما جلس فيه، جلس تما. المهم الدري الصغير خاف، الدري الصغير ملي خاف مشى تخبى في البيت وجلس بقى كيسمعهم كيهضروا. المهم باقي صغير ما جابش الهضره مزيان. المهم مشى عند الام ديالو قال لها ماما نورهان دخل عندها محسن الجار ديالنا اللي كاين في البلاصه الفلانيه، يعني راه كان كيدق بزاف وهاجي وانا خوفني. قالت لي علاش ما بقيتيش جالس معاهم، واش مشيتي دخلتي للبيت، علاش ما بقاش جالس مع مرا نورهان هذيك راه كاينه معك نورهان؟ قال لها لا ماما انا خفت منه صراحه، قال لها كيخوف شكله مخيف. قالت ليه وشنو داروا هكا وهكا؟ قال لها داكشي بالتفاصيل. المهم ناضت السيده هزتها سخونه داتها صاحبتها داليا، قالت لها شوفي هادر هذاك وهادر وقولي بعد من داركم، انا صراحه كون كان في داري غادي نجري عليه. قالت لها المهم خصك تخرجي داك الوحش من دارك، لانه هذاك الولد راه ماشي نورمال وماشي عادي، يعني راه يقدر يدير لكم اي حاجه في اي لحظه، يعني يقدر يشفركم، ما يصلحش لولدك فهمتي، يقدر يبليه، يقدر يدير ليه شي حاجه. ومشى عند البنت في الوقت اللي ما كاينش خوها. قالت لها صافي انا غادي نمشي نتبرى فيه وغادي نمشي نتبرى في نورهان، نقول لها ما تبقاش تحلي لاي واحد من صحاب احمد الا ما كانش احمد. قالت لها صافي. المهم مشات السيده غوطت على بنتها ما يبقاش يدخل عندك، ما يبقاش يجي عندك، ما يبقاش يترافق زعما بجهتكم. المهم داكشي اللي وقع. المهم جلس النهار الثالث من داك النهار من دوك الايام هذيك، يعني النهار فاش شافوا الولد الصغير، والنهار الثاني فاش تلاقات السيده مع صاحبتها داليا وعاودت ليها. النهار الثالث فاقت السيده كتلقى شي حاجه كانت ناشره هكا في السطح كلها تقطعت في داكشي. جا راجلها طل قال لها شوفي داكشي راه كاين وكاين. قالت ليه صافي، قالت لي عرفت شكون، يعني باين شكون فهمتوا. المهم انتقمنا بديك الطريقه، مشات لقات ليه غوطات عليه. المهم مشات عند داليا قالت لها شوفي هذاك خينا راه ما كيصلح، ما سميتو ردوا منو البال ماني كنقولها لكم. داكشي اللي كاين صافي مدام داليا هزت ليها داك السيد من خاطرها، ولات غير كتشوفو كتخنزر فيه، يعني ما بقاتش حامله. المهم دازت الايامات ديال الله. المهم بقاو على تواصل بينه وبين نورهان. بقات هذيك السيده كتطلع لهم من الشرفه ديال المنزل ديالها وكتطلع لهم كتلقاهم دائما وكونتاكت بيناتهم، كتلاقاهم دائما كيهضروا. المهم السيده داليا باش كتغوط على بنتها ما عندكش علاقه بيك مالي، قالت لها لا وراه ما كاين والو وهذا الشيء. واحد النهار من ايامات الله كانت مدام داليا في الخدمه ديالتها راجعه، ما كاين حتى واحد في الدار، الدراري صار كيلعبوا في الزنقه، كاينه غير نورهان. دقات الباب بحال هكا ما حلات حتى واحد، حلات الباب كتلقى البنت ديالها مع هذاك خينا. المهم شي حاله اللي ماشي هي هذيك، شافتهم غوطت عليهم سمعتهم اللي ما عمرو سمعوا، وقالت ليها هادشي اللي ما جمعتيش راسك كان غادي نقولها لباك، وهادشي راه بزاف علينا وانت اصلا مخطوبه، شاد شويه كديرينا واش هاد الفضيحه جبتي لينا. نورهان ما حملاتش الديكور، تخاصمت مع ماماها، تغاوطوا ناض نقاش، هذاك خرج في حالته. المهم صافي مشات نورهان لبيتها كتفكر شنو دير ليا وهذاك. المهم ضبطوا انهم غادي يديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم البنت
صافي ما حملش داكشي دارت لها الام ديالها، بقات كدوريها في راسها هذيك الهضره ديال انني غادي نقولها لباباك. خافت يعني صافي خفت من الفضيحه، خافت لما تفضحها مع الاب ديالها ومع الخطيب ديالها. فالسيده داليا مشات للخدمه ديالتها كيف العاده، تأدي المهمه ديالتها والواجب ديالها، ومسكينه باقا كتجمع وكتلم باش دير العرس لبنتها. المهم واحد النهار من يامات الله غيجي الاتصال لاحمد وغادي تقول ليه اختو نورهان: الو احمد فين؟ قال انا كاين هنا وهنا مع الوالد وداك الشيء، انا يلاه جاي من عند الوالد يعني قريب للوالد. قالت لي شوف هز خوك ادم وسير انت وياه للسبيطار، راه شي واحد صونا ليا وقال لي باللي الام ديالنا راه وقعت لها شي حاجه في الزنقه طاحت وهزوها داوها للسبيطار. داكشي اللي كاين. ناض احمد هز ادم لقاه في الدرب كيلعب، مشاو كيجروا داخلين للسبيطار. مع دخلت لقاو السيكوريتي هضروا معاه وداكشي، داوهم نيشان عند صاحبه ماماهم. قالت لهم مالكم وداكشي؟ قالوا لها راه شي واحد اتصل من نورهان وراه ماما راه وقعت لها شي حاجه، راه هنا كاينه في السبيطار. قالت لهم لا ما يمكنش، راه ما دخل حتى شي واحد يعني ما كايناش. بقات قلبت السبيطار كامل، مشات للريسبسيون ما لقاتش السيده كاع واش دخلت لداك السبيطار. اتصلت بالسبيطارات الاخرين اللي حداو المستشفيات اللي قرابين ليهم، بالناس اللي كتعرف واش كاين عندكم مدام داليا واش هادي قالوا لها ما كايناش، ما وصلتش وما دخلتش، زعما كاين شي اسم بهكا وفي هاد الوقيته هادي. فدخلها الشك مليك ما قالت لهم وقيله غادي تكون غير ناعسه وما شفتوهاش. قالت لاحمد واش كنتي في الدار؟ قال لها لا انا صوت لي اختي. قالت لي سير جيب خوك وسير. قالت لادم واش كنتي في الدار؟ قال لها لا انا كنت هز. قالت له فين هو التليفون ديال ماماك؟ قال لها انا كنت هز التليفون كنت كنلعب به مع صحابي في الدروج وصافي. قال لهم من بعد طلعت حطيت وكملت معاهم اللعب هكا في الزنقه. قالت ليه ما طليتيش في الغرفه ياك ما تكون ناعسه ياك ماشي حاجه ولا هكا؟ قال لها لا ماشي الصراحه. وقالت لي تقدر تكون غير في الدار. اتصلت بنورهان ما كتجاوبهاش، كتعاود تتصل بها من التليفون ديال الفادي اللي هو السيكوريتي ما كتجاوبهاش، اتصلت بها بالتليفون ديال السيكوريتي واحد اخر ما كتجاوبهاش، ديال احمد ما كتجاوبهاش. شحال عاد باش جاوبتها؟ اتصل بالتليفون ديال الام ديالها عاد باش جاوبتها. قالت لها الو نورهان فينكي اش واقع؟ قالت لها شي واحد اتصل بيا وقال لي ها كاين وها كاين. قالت لها فين كنتي؟ قالت لها انا جايه في الطريق. المهم بقاو كيتسناو فيها، دازت مده ديال 10 دقائق عاودت اتصلت ديك السيده بنورهان، جاوبتها قالت لها انا جايه في الطريق. عاودت دازت 10 دقائق، واحده اخرى اتصلت بها قالت لها فينكي؟ قالت لها انا جايه في الطريق. واه كيفاش انت جاي في الطريق وشنا اصلا من بين المستشفى والدار ديال مدام داليا غير 10 ديال الدقائق، وكل 10 دقائق هما كانوا كيصوموا لها. المهم بقات كتحسب 10 دقائق ب10 دقائق ب10 دقائق ومازال ما جاش. واحد شويه تصوني لها جاوبتها، هي كتهضر معاه من التليفون ديال الام ديالها حيت في تليفونها ما كتجاوبهاش، يعني التليفون ديال نورهان ما كتجاوبش فيه، كتجاوب من التليفون ديال الام ديالها. قالت لها الو، قالت لها صاحبه مدام داليا، قالت لها الو نورهان واش شكون صونا ليك؟ عطاني النمره. قالت لها ها هو التليفون بغيت طفى. قالت لي سربي قيدي قبل ما يطفى لك التليفون. قالت لها لا صافي طفى ليا. قالت لها واه درت بحال هكا دخل الشك يمكنش ما طفاش لك. قالت لها اوكي صافي جيبيه معاك. صافي هي هذيك عاودت صونت ليها مازال ما جاش. قالت لها فين؟ قالت لها هاني دابا قريبه. ايوا ها هي نورهان جايه كتجري، جاي من واحد الجهه كتجري، هي كتجري ما كتجري. قالت لها فين هو تليفونك؟ قالت لها تليفوني ما عرفتش بالخلعه لحتو وما عرفتش فين هو. قالت لها فين كنتي؟ قالت لها انا كنت في الدار. قالت لها فاش عيط لك فين كنتي؟ قالت لها كنت في الدار. قالت لها هو وفين هو تليفونك اللي عطاني باش نشوفوا النمره وداك الشيء زعما نديرو تشارجو ونشوفوا النمره؟ قالت لها لا بالخلعه والتوتر. قالت لها لحتو ما عرفتوش فين درتو طاح ليا. قالت لها ما عرفتش شنو وقع. قالت لها واه. المهم بقات وهي سولها عاوتاني بقات كتسولها اسئله اللي عاديه اللي تقدر تجاوب عليهم. قالت لها لا انا لحتو ما عرفتش ودابا فاش جيت في طاكسي قالت لها فاش جيت دابا في طاكسي ما عقلتش فين درتو. وهي السيده جايه كتجري فهمتوا كيفاش. المهم قالت لها واخا. قالت لها واش انت شفتي الدار؟ قالت لها انا كنت في الدار. قالت لها ما شفتيش بيت النعاس ديال ماماك واش كاينه؟ قالت لها صراحه ما شفتوش. قالت لها والله نمشيو نشوفو. قالت لها لا ما عنديش الساروت. قالت لها علاش فين الساروت؟ قالت لها خليها في الدار. قالت لها بالخلع ما لبست غير عليه وجاي ما ديرش الزيف. هي كدير الزيف جاي ما ديرش الزيف ديرها واحد القبه عليها واحد البيجامه في التحت. المهم حالتها حاله. وهي تقول احمد عندك احمد ساروت؟ قال لها لا انا كنت معول نبقى مع الوالد هو اللي غادي يجيب الساروت وعنده الساروت وغادي نجي انا وياه.
قالت لادم وانت، قال لا انا معول على نورهان كاينه في الدار. قالت لهم صافي غير يلا، هو صيفطت معاهم. المهم صيفطت معاهم السيكوريتي وبقات هي تما باش ترد البال، حيتاش ما تقدرش تخلي البوست ديالها خاوي وتخرج. قالت لها صافي راه شكون ماماكم غير في الدار غير سيروا. المهم قالت ليه شوف بقى دق راه شكون عندنا 6 تفيق. كيدقوا والو، شي شويه اتصلوا بالاب ديالهم، جا الاب ديالهم جاب الساروت كيحلوا الباب. كيتلقاو المراه حالتها حاله غرقه في دميتها. اش كاين ماش كاين؟ قالوا بلي راه تسرقات الدار، بلي راه ماشي. قالوا لها كنتي في الدار؟ قالت لهم كنت في الدار. قالوا لا راه، قالت لهم لا راه تسرقت لينا شي حاجه وما كايناش. وهادي بقات تخرج في الهضره. هز الوالد التليفون ديالو وصونا البوليس. جاو البوليس كيقلبوا لقاو بعدا المراه حالتها غارقه في الدمايات ديالها. بعدا صدمه لوليداتها، صدمه الناس اللي كانوا معاهم. نوض السيكوريتي كيتصل بصاحبتها، صاحبتها ما توقعاتش وما انتظرتش داكشي اللي غادي يكون، وما بالصدمه ما قدرش تيق، ما قدرش تصدق. المهم كيقلبوا بحال هكا لقاو واحد التيشيرت اللي كان لابس داك خينا، خلاه تما. انا غادي نجي لكم اشنو وقع. ايوا سيدنا وجدوا ريوسكم، داكشي اللي غادي نقول لكم دابا غادي يصدمكم. ايوا سيدنا، نورهان بنت مدام داليا اتصلت بالعشيق ديالها اللي هو محسن. قالت له باش يجي وينفذوا الاتفاق اللي اتفقوا عليه. ديجا كانوا متفقين شنو غادي يديروا، موجدين كلشي. المهم اتصلت بيه، جا حلت ليه الباب ودخل. ايها سيدي، متفقه معاه على قبل الام ديالها، الام اللي ربات، اللي كسات، اللي عانات، اللي صارت ليالي، اللي شرقت لحمها، اللي ما خلات ما دارش باش تربي ديك البنت وتوصلها لداكشي اللي وصلت ليه. قطعت من اللحم وعطات ليها. قلبها من الحجر، انسانيه ما فيهاش. دخل السيد، حلت ليه الباب، تسناو الام ديالها حتى رجعت من الخدمه وغدروها، لحوها الارض. بقى كيضرب فيها وكينتقم منها، هو اللي تكلف بكل شيء. كيضرب فيها، كيضرب ما خلى منين ضربها، كلها رجع كدمات، ضرابي، تشراق بالموس، بكل شيء. السيده بدات كتودعه، كتقول الله يرحمك الوالد، نخليني نشهد، لا يخلي لك معز عليك، خليني نشهد، ومنيتي الاخرى خليني نشهد. خلاها تشهد، قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله 3 ديال المرات. قال لها بارك عليك، بارك عليك من الشهاده. وبنتها كتشوف فيها، كتشوف الام ديالها كتخرخر، دوز عليها بالموس من العنق حتى العنق، ضربها، خلي فيها رشعه بحال واحد كيف ما كنقول نديروا الحاولي نهار العيد بحال هكاك. حنا مازال حنا كنذبحوا الحاولي كنشوفوا فيه وقلبنا كيتألم، وما كنبوش نكرفسوا ديك التكرفيصه اللي كرفس هاد الانسانه هذه البريئه. ضربها مزيان، شبع ضربه. قلت لكم صافي المره صافي ودعات، صافي مشات. وهي تقول ليه اللي حشوم انا نقولها مازال هذيك بنت هذيك الحيوانه. قالت ليه راه هي غير كديرها بالعني، تقدر تكون كديرها بالعني، مولفه. قالت لها ما كيرا هي تقدر ديرها بالعني. تسنى، مشات كتجري الكوزينه، غلات الماء وجابتو ليه. تفقوا على المراه باش يتاكدوا انه واش ماتت ولا باقا حيه. فعلا داكشي اللي وقع، المراه ماتت، ودعات، جمعوها. هي هذيك حسيت بلي راه الوقت ديال الدار غادي يجيو، بدات اتصلت بخوا باش يمشي بعيد، باش داك الوقت وفاه جاي بعيد هما يديروا داكشي اللي بيديروا. وماتت، ودعات الحياه، فرقت الحياه. هو خرج في حالاته وهي بقات مكمله التمثيل ديالها. ميمكنش تصوروا الناس والجيران ومصر كامله كيفاش منين سمعت هذا الخبر هذا، كيفاش تهزات، كيفاش الناس تشوكات، كيفاش الدنيا تقلبات. البنت كدير في الام ديال هذه الحاله هذه. كون دار شي واحد غريب تقدروا نتقبلوها، ولكن البنت عيبه الله، البنت عيبه الله اللي مخرجاها منك ديك البنت منك، دير فيك هذه الحاله هذه. نهزو يدينا، هادشي اللي كاين. كيخلع بزاف. البنت ديالها صراحه كلشي الناس كانوا كيقولوا مربيه،
كلشي الناس كانوا كيقولوا ديك الانسانه الله يعمرها دار متخلقه مربيه ماشي شي وحده تقدر ديرها، ولكن فعلا دارتها، غر بها الشيطان. وقلت نستر فضيحه بفضيحه كبر، ما عرفتش بلي ديك الفضيحه غادي يقلع العالم كامل الخبر. كانت خايفه غير من باها وخطيبها، صدق العالم كامل دابا ضدها. هذاك خينا كان معروف انه غادي يدير شي حاجه لانه شكله اصلا كيدير واحد مجرم، وكنظن باللي ما محال ومستحيل واحد بعقله وعادي وطبيعي ونورمال يدير ديك الحاله في ديك السيده اللي ما رحمهاش. المحاكمه ديالتهم دازت نهار اثنين، الحكم مازال ما تنطقش به، فقط غير جلسه. الناس كلهم كيتمنى لهم المؤبد وكيتمنوا لهم الاعدام، كيقولوا لهم نتوما ما خصكمش باقي مازال تعيشوا، ما خصكمش تعيشوا ولا مازال تشموا الهواء. الاعدام خصكم، الاعدام شنقا قدام الناس باش تبقى عبره للعالم كامل. نقول لكم ربوا ولادكم، هاد السيده كانت مربيه بنتها احسن تربيه. بغيت نقول لكم ما عرفتش ما غنقول لكم، الهضره تبقى لكم نتوما. كانت هذه هي القصه ديال هاد المرضى اللي ضحات بحياتها وبروحها بكل ما كتملك باش تعيش بنتها احسن عيشه وتبينها قدام الناس وتهز بها. هادشي درت لها بنتها. من هاد قصتنا الاعجاب ديالكم، ونتلاقوا ان شاء الله في قصه جديده وحكايه جديده اخرى. خلي لكم الهضره نتوما تقولها في لي كومونتير، حيت ما بقاش عندي ما نقول. السلام عليكم.